شتاء يعني اكتئاب وجوع اخر الليل، فكلنا لازم نهتم بوجبه العشاء اليومين دول بحيث ان احنا نظبط بيها نفسيتنا شويه. اهلا بيكم في قناه مامي ريم وكارما. بنوته طلبت مني ميزانيه للعشاء، بس هي ساكنه في بيت عيله وطول اليوم بتقضيها عند حماتها، يعني بتفطر وبتتغدى معاها، وبالليل بتطلع بيتها هي وجوزها تبقى عايزه تعمل عشاء خفيف. هي عندها تموين وعندها العيش بتاعها وهو بيديها مبلغ بسيط كده، فهي عايزه تمشي الدنيا بيه. تمام كده، يلا بينا نسمي الله ونشوف الميزانيه مع بعض. ميزانيه العشاء، هنبدا اول حاجه بالطلبات الشهريه. هتاخدي المبلغ بتاعك وتنزلي تجيبي الطلبات الشهريه وطلبات اسبوع واحد بس، وبعد كده كل اسبوع هتنزلي تشتري ايه طلباتك. تمام كده، يبقى الطلبات الشهريه هتجيب بيض، هتجيبي 20 بيضه ب100 جنيه. البيضه ب5 جنيه، فانت هتجيبي 20 واحده بال100 جنيه دي. تمام كده، وهتجيبي علبه جبنه ب38 جنيه، هتبقى علبه جبنه نص. وهتجيبي فول مدمس، قولي له عايزه فول بلدي، تبقى الحبايه الكبيره كده ولونها فاتح شويه، هي دي اللي هتبقى ناجحه معاكي. فول مدمس هاتي نص كيلو ب20 جنيه. هتجيبي نص كيلو دقيق عشان لو حبيتي تعملي معجنات ولا حاجه، هتجيبي نص كيلو دقيق ب10 جنيه. كيلو دقيق ب20 جنيه والنص هيبقى ب10 جنيه. تمام كده، معاكي 7 جنيه تجيبي بقى بيها بيكنج باودر، فانيليا، خميره، يعني شوفي المعجنات اللي انت هتعمليها بتحتاج ايه فيهم وهاتيه. تمام كده، دي الطلبات الشهريه اللي انت هتنزلي تجيبيها. البيض هتخليه عندك في التلاجة، الجبنه هتخليها عندك في التلاجة، بس لما تفتحيها حطيها في كيس واربطيه كده بحيث ان هي ما تنشفش معاكي، او تجيبي علبتين كل علبه الربع. تمام كده عشان ما تنشفش منك. ومعاكي الفول، هتدمسي الفول وتعبيه في اكياس وتشيليه في الفريزر، ووقت ما تكونوا عايزين تاكلوا فول ولا حاجه تطلعيه لي الكيس. تمام كده. طيب دي الطلبات الشهريه. ايه بقى الطلبات الاسبوعيه؟ الطلبات الاسبوعيه اللي هتجيبيها فيها حاجات اساسيه هتجيبيها كل اسبوع. الطلبات الاسبوعيه الاساسيه اللي هتجيبيها كل اسبوع. طيب هتجيبي ايه كل اسبوع؟ هتجيبي كيلو طماطم ب5 جنيه، وهتجيبي نص كيلو خيار ب10 جنيه، الخيار ب20 جنيه اليومين دول. وهتجيبي كيلو ونص او كيلو وربع بطاطس ب10 جنيه. كيلو وربع بطاطس ب10 جنيه. يبقى الطلبات الاساسيه بتاعتك اللي هتجيبيها كل اسبوع هي الطماطم والخيار والبطاطس. تمام كده. ليه؟ حمري بطاطس مثلا وتحطيها في سندوتشات وتاكلوها، او تسلقي البطاطس تعملي سندوتشات بطاطس مهروسه او محمره زي ما انت حابه. الخيار هتعمليه جنب الجبنه، الفول هتعملي فول بطماطم، هتعملي جبنه بطماطم، يعني دي طلبات اساسيه هتحتاجيها، البطاطس والخيار والطماطم. تمام كده. التكلفه دي هتكون كام؟ هتكون 25 جنيه. هي الميزانيه بتاعتها ب 500 جنيه. الطلبات الشهريه دي هتكلفني 175 جنيه، هيتبقى 325 جنيه. هنركن ال 25 على جنب وهناخد ال 300 جنيه هنقسمها على 3 اسابيع، يبقى كل اسبوع 75 جنيه. يبقى الطلبات الاساسيه اللي هجيبها كل اسبوع ب 25 جنيه، هيتبقى معايا 50 جنيه. 50 جنيه دي بقى هي اللي هنوع بيها باقي الحاجات التانية اللي هجيبها في الاسبوع. يبقى انا هقسمها الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع. كل اسبوع هجيب الطلبات الاساسيه دي اهي، الطلبات الاساسيه، هنا الطلبات الاساسيه وهنا الطلبات الاساسيه. معايا بقى 50 جنيه هنوع بيها بقى، كل اسبوع هجيب حاجه مختلفه. طيب اول اسبوع هجيب ايه بال50 جنيه دي؟ هيبقى الاسبوع الاول جنب الطلبات الاساسيه هجيب جبنه رومي ب30 جنيه، وهتجيبي حلاوه ب20 جنيه. انت قولي له انا عايزه ب30 جنيه جبنه رومي، عايزه ب20 جنيه حلاوه، هو يوزن لك على حسب المبلغ بتاعك ده. تمام كده. يبقى الاسبوع الاول هتجيبي فيه ايه؟ هتجيبي كيلو طماطم، نص كيلو خيار، كيلو وربع او كيلو ونص بطاطس، 30 جنيه جبنه رومي، ب20 جنيه حلاوه. تمام كده. طيب الاسبوع الثاني بقى هتجيبي فيه ايه؟ هتجيبي الطلبات الاساسيه اللي هي الطماطم والخيار والبطاطس، وهتجيبي ب 30 جنيه مربى، تجيبي علبه مربى ب 30 جنيه، وهتجيبي ب20 جنيه طبق لانشون. هتجيبي علبه المربى ب 30 جنيه، هي بحوالي 28 جنيه او 27 جنيه، بس انا حاطه لك ليها 30 جنيه. تمام. واللانشون قولي له عايزه ب 20 جنيه لانشون على حسب بقى النوع اللي انت عايزاه. تمام كده. يبقى هتيجي للاسبوع الثالث، هتجيبي ايه في الاسبوع الثالث؟ هتجيبي الطلبات الاساسيه الطماطم والخيار والبطاطس، وهتجيبي ب 20 جنيه حلاوه، وب 30 جنيه جبنه نستو. الجبنه النستون بقى في انواع كتير، انت اشتري العلبه بالنوع اللي انت بتحبيه. تمام كده. معاكي 30 جنيه جبنه نستون. طيب الاسبوع الرابع هتجيبي فيه ايه؟ هتجيبي فيه الطلبات الاساسيه الطماطم والخيار والبطاطس، وهتجيبي ب 40 جنيه جبنه فلامنك، ومعاكي 10 جنيه. مش هتجيبي بيها حاجه بالاسبوع، انت في نص الاسبوع كده معاكي يومين تبعتي تجيبي ب5 جنيه طعميه وتقطعي جنبيها طماطم كده وتعملي سندوتشات طعميه بالطماطم. تمام كده.
هتبقى ال 10 جنيه دي 5 طعميه و5 طعميه ليومين في الاسبوع، تمام كده؟ يبقى ال 10 جنيه دي هتجيبي بيها طعميه كده. الطلبات الشهريه ب 175 والطلبات الاسبوعيه ب 300 جنيه. طيب هيكون متبقي معايا كام؟ هيتبقى معايا 25 جنيه باقي. ال 25 جنيه دي بقى هتخليها معاكي على جنب. في حاجه انت محتاجاها زياده عن الحاجات اللي انا كاتباها لك دي هتجيبيها بيها. لو المعجنات اللي انت هتعمليها في نص الاسبوع محتاجه لبن، هاتي نص كيلو لبن. هو انت اصلا اي معجنات هتعمليها هتحتاجي بالكتير قوي كوبايه لبن، كملي مثلا نص كوبايه ميه ولا حاجه، تمام كده؟ هيتبقى معاكي من 10 ل 12 جنيه تكون معاكي برده في الكيس لاي طلب كده بسيط تحتاجيه في نص الاسبوع ولا حاجه تبعتي تجيبيه. وبس كده اكون خلصت معاكم ميزانيه النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناه مامي 3 مكالمه على اليوتيوب عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. السلام عليكم.